الفنانة ياسمين صبري من النجمات اللي خضعوا لتقنيات التجميل وغيرت ملامحهم 180 درجة للأحلى طبعا، ومنها تقنية نحت الوجه وحقن البوتوكس والفيلر والهايفو، وكلها عملت فارق ملحوظ في ملامحها مقارنة بوقت ظهورها. ياسمين أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة بعد نشرها صور كتير ظهرت فيها بوجه منحوت مع عيون مسحوبة، وده اللي خلى المتابعين يقارنوها بصور قديمة ليها. وكشفت طبيبة التجميل المصرية الشيماء حسني أبو المعاطي مؤخرا الخطوات والعمليات التجميلية اللي خضعت لها ياسمين، من بينها نحت الوجه والتخلص من اللغد، وكمان تقشير البشرة والبلازما واللافتنج بالخيوط وتاتو الحواجب. وقالت في تدوينة على انستجرام: عايزين تعرفوا ياسمين صبري عملت ايه؟ تقشير طبعا ده اساسي، وبعدها بلازما وديرما بين، وعملت فيس ليفتنج بالخيوط، ورفعت الخدود بشوية فيلر، والجفون والجبهة بوتوكس يعني عملت كات ايز، وطبعا ما ننساش اللبس تاتو، وعملت فيلر لبس كونتور، بالاضافة الميكروبليدنج ولاشز، ونحتت وشها وشالت اللغد، وحددت الفك بالتكساس، وعملت تحديد للأنف وتحت عيونها.